مساكم الله بالخير جميعا. هذا تحليل مباراتي في الجولة السابعة من بطولة عمان الفردية للشطرنج 2023. أنا ألعب بالقطع البيضاء وضد منافسي عبد السلام المشيخي بالقطع السوداء. بديت ألعب بالإي 4 جند الملك. منافسي رد بالدفاع الصقلي نقلة السي 5. كملت انتشار، اخترت ألعب التفريع المفتوح ضد الدفاع الصقلي، وحسب الانتشار حسب الحفظ. طبعا هنا منافسي اختار يلعب تفريعة الدراجون، وضد على تفريعة الدراجون موجودة نقلة الاف 3 اللي هي الهجوم اليوغوسلافي. ومستقبلا بدفع الجي 4 والاتش 4 وبعدين الاتش 5 وابيض طويل. هذا الهجوم اليوغوسلافي، وقررت اني ادخل في الهجوم اليوغوسلافي. بيت منافسي قصير، بيتت انا طويل. وهنا بديت بالهجوم الجي 4 وبعدين اتش 4. خلاص النقلة الجاية اتش 5. طبعا هنا منافسي نقل الاتش 5 عشان يمنعني من نقلة الاتش 5. هنا عندي عدة خيارات. اقدر اكل، او اني اكل الحصان على السي 6، او اني اتقدم بالحصان على الدي 5. بالاخير قررت اني اضرب، وبعدين نقلت الحصان على المربع الدي 5 القوي، مربع قوي للحصان. لو حاول يطردني بالاي 6 فهو راح يضعف جندي الدي 6. برجع طبيعي وبكسر حصان وحصان، وبعدين باخذ الجندي. فهذه هو سبب لنفسه، بيكون يسبب لنفسه اضعاف. اللي صار في الجيم اني انا ضربت، وهذا اعتقد انه خطأ استراتيجي. يعني الكمبيوتر يقول الحين تفوق ابيض كان 2.8، شوية بدأ يضيع التفوق لين الضربة راح التفوق وصار نص. طبعا انا كنت احسب عدة حسابات. اريد اجيب القلعة على عمود الجي، اريد اتخلص من الحصان هذا. كيف ممكن اتخلص منه؟ كان بالفيل ممكن، وادفع الاف 4 واحاول اضرب الجندي، ولو قفز الحصان بهدد الحصان طبيعي. او خلني ارفع القلعة خطوة وبعدين القلعة الثانية على الجي اهدد الحصان، وبعدين بحصل فرصة اني ادفع جندي الاتش 5 وافتح اللعب. فانا فكرت اني اتخلص من هذا الحصان عن طريق هذا الحصان الثاني. انه مثلا لو نقل اي نقلة القلعة، الحين بحرك الحصان يضرب اضرب، بس المشكلة فيها نقلة الاي 5 بخسر فيها قطعة بشكل اجباري. فما اقدر الحين عشان ما اخسر القطعة لازم اتخلص من حصاني اول. فقبل تحريك القلعة الحصان الى مربع الاف 4، اول ضربت حصان بحصان، بعدين جبت الحصان الثاني على الاف 4. وهنا طبعا خطأ فادح. في نصيحتين موجودة، نصيحتين في الافتتاح دائما الواحد ينتبه منهم ما ينساهم. النصيحة الأولى: إذا كنت أنت الطرف المهاجم لا تكسر قطع. وهذا خطأ مني، إني أنا كنت الطرف المهاجم، أنا كانت عندي الأفضلية وعندي المساحة، وأنا اللي كسرت، بادرت بالتكسير. حصانين مقابل حصانين، فتحولت السيطرة من أبيض إلى أسود، والكمبيوتر موافق، صارت سالب 1.5 للأسود. النصيحة الثانية اللي أنا نسيتها في المباراة، يعني النصيحة الأولى كنت فاهمنها، لكن الثانية إنك لازم تحاول تتخيل الوضع بعد التكسير. وهذا المشكلة اللي أنا طحت فيها الحين. إيش الوضعية؟ إن قلعة موجودة على السي 6، بيطلع الوزير، وبعدها بتجي القلعة الثانية على عمود السي، والفيل اللي على الجي 7 مفتوح. فالحين طلع بالوزير طالب كشمات، لازم احمل كشمات. وبعدين جات القلعة الثانية، قلعتين على عمود السي وفيل، يعني 3 قطع ضاربين على السي 3. في اي لحظة ممكن التضحية تصير.
لعبت نقلة خاطئة مثل هذه، التضحية موجودة، إذا ضربت كش. فالحين الملك انحبس وأنا خسرت الوزير. فهذا الغلطين اللي أنا ارتكبتهم في الجيم، إني ما جلست أخذ وقتي أتخيل الوضعية بعد التكسير. نسيت إن الفيل انفتح له، نسيت إن القلعة تضرب، وبعدين القلعة الثانية بتجي على عمود السي، وأبدا ما شفت نقلة الوزير إنه بيجي على البي 6 ويطلب، لأن هذا الفيل الحصان الأول اللي كان مانعنا مانع مربع البي 6 راح. النصيحة الأولى إنك ما تكسر وعندك وضعية هجومية. أنا كنت عارف إنها قبل الجيم، بس فكرت في الهجوم، تفكيري كان باتجاه الهجوم بس، وما فكرت أكثر في الدفاع وكيف بتكون الوضعية. فهذه المباراة ضيعت الأفضلية بنفسي للأسف، ضربت وبعدين تكسر القطع. الحين عندي فرصة اني ادفع ال H5، لكن هل منافسي بيسمح لي اني ادفع ال H5؟ طول المباراة بظل مضغوط للأسف يعني. طبعا الحين انا كنت خايف من الفيل هذه في اي لحظة بيضحي، فدفعت الجندي عشان اقفل الوتر على الفيل الاسود، لكن في نفس الوقت فتحت وتر للفيل الابيض. كسرت فيل وبعدين رجعت بالفيل الثاني. طبعا كان ممكن ارجع هنا، بس الاسود ممكن يلعب الوزير هنا ويكون طالب الجندي. في عدة خيارات، انا لعبت الفيل لهدف الدفاع. كسرنا وهو كسر القلاع ودخلنا نهاية. الاسود عنده جندي واحد زيادة، ولكن جنديين مدبلات، مقابلا عندي جندي معزول على ال H4 وجندي معزول على ال F3. فمنافسي ما اعطاني فرصة اني اصلا ادفع الجندي ال H5. الحين دخلنا نهايات. النهايات رجعت تقريبا شبه تعادلية. الكمبيوتر يقول وضعية تعادل مع اني خسران جندي. انا عندي افضلية 3 جنود مقابل جنديين على جناح الوزير، ومنافسه عنده افضلية 4 جنود مقابل جنديين على جناح الملك. الحين طبعا جندي ال F3 ما يتحرك للأسف، جندي ال H5 ما يتحرك، فمضطر اني اجيب فيلي عشان ادافع عن جنديين. لكن اذا كانت عندي فرصة فبتكون على جناح الوزير، فقدمت الجندي. طبعا اريده ياكل، من مصلحته انه ياكل، اذا اكل يكون عندي جنديين سهل ممكن ادافع عنهم بالملك واقدر ادخل بالملك. طبعا منافسي اكيد ما راح يتساعد ويضرب، وهني الوضعية تعادل حسب تحليل كمبيوتر، يقول لك وضعية تعادل. بس انا حاولت اني افوز وغامرت للأسف يعني، ودخلت بالملك على اساس اني اجبره، بكون طالب جندي فاجبره انه ياكل واكل، وبعدين ممكن احاول اني ادخل. لكن ابدا ما انتبهت، اني خليت ملكي على الكشمات. دفع الجندي طالب كشمات اجبارية، والنقلة الجاية بيدفع الجندي، صار عنده جندي سالك. ابدا النقلة هذه ما شفتها، اضطريت ارجع بالفيل. وبعدين هنا خذيت جندي، ولكن هل بقدر اسلك جندي ال A4؟ طبعا الحين عنده جندي سالك، ما ممكن اي قطعة توقفه، فماشي اي فايدة يعني. النقلة الجاية حتى من دون ما يضرب الجندي، النقلة الجاية اجباري، وزير اجباري. خلاص هذه فوز اسود. كملت بس كذا نقلات على السريع من دون، بس كذا مجرد تكملة نقلات، وبعدين استسلمت هنا. وهذه المباراة خسرت فيها. هذه كانت الجولة السابعة، وهي الخسارة اللي طلعتني من المنافسة للأسف. حاليا عندي خسارتين وتعادل و3 فوز، يعني 3 نقاط ونص. باقي آخر جولتين، أو عندي 4 ونص. آخر جولتين
إذا فزت فيهم أوصل 6.5، لكن 6.5 ما كافية، ما تكفي للدخول ضمن الخمسة الأوائل. من 7 جولات عندي 4.5 نقاط، 4 فوز تعادل وخسارتين، ف6.5 نقاط مضمون انك ما تكون ضمن الخمسة الأوائل. ففعليا هذه الخسارة هي اللي طلعتني خارج الخمسة الأوائل وبددت آمالي في دخول المنتخب. لكن هي غلطة لازم نتعلم منها. والحمد لله إن شاء الله أنا تعلمت من هذه الغلطة، استفدت منها. المباريات القادمة طبعا أكيد قبل أي تكسير لازم أشوف الوضعية اللي ممكن أو أتخيل الوضعية اللي ممكن تصير المباراة فيها بعد التكسيرات. هذه أهم غلطة أنا غلطت فيها في هذه المباراة، وإن شاء الله أتعلم منها. شكرا، موفقين إن شاء الله.